الفراخ المشوية بتتبيلتي الخاصة بأسهل طريقة مع ميمي. يلا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط في الكبة بتاعتي بصلاية كبيرة متقطعة، عصير ليمونة، طماطمايه، وكام فص توم، يعني نقدر نقول راس توم كده متفصصة. البهارات بتاعتي بقى اللي هحطها، هحط ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة فلفل اسود، ولو عندك ممكن الاستغناء عنها طبعا معلقة من توابل الفراخ المشوية بالطعم المشوي، يعني هتبقى لطيفة جدا. هحط الكلام ده كله اهو في الكبة بتاعتي. حط عليهم معلقة كبيرة خل علشان تدوب لي الأنسجة وتطريها، معلقتين زيت زيتون، معلقة كبيرة دبس الرمان، ومعلقة كبيرة صلصة طماطم. ضربنا خلاص الخلطة بتاعتنا لما بقت زي العجينة السايلة كده. بصوا أنا عايزة القوام ده علشان يتشرب جوه الفراخ. هجيب الفرخة بتاعتي هقلبها كده، وهقطع الجزء اللي فيه القفص الصدري ده، يعني هشيل الحتة دي كده، والناحية التانية نفس الكلام اهو. خلاص كده انا طلعت حتة الرقبة والعمود الفقري. طبعا مش هرميها، هشيلها احطها في كيس، وهعمل بعد كده عليها شوربة كده اهو. الفرخة بتاعتي فتحناها، ابتدي افتح كده، وبعدين انا ما فصلتهاش خالص، لو عايزه تفصليها طبعا براحتك اهو. عشان الفرخه عندي كبيره هبتدي اشرحها كده، يعني اعمل فيها فتحات عميقه لجوه علشان تخش لها التتبيله، وفي نفس الوقت تخش لها الحراره وتسويها اهو زي ما احنا شايفين. عملت 3 فتحات اهو، وادي الرابعه كده. الناحيه التانيه نفس الكلام. اهو خلاص كده. انا كده هفتح كمان في الورك كده اهو. كل ده علشان تستوي كويس والتتبيله تخش جواها. هجيب بقى بوله كبيره وهحط فيها الفرخه بتاعتي اهو كده، وهنجيب التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض، وهنحط على الفرخه التتبيله بتاعتنا. انا عايزاها تدخل في كل حته في لحم الفرخه علشان اخد الطعم الحلو اللي انا عايزاه. فانا لازم اسيبها مده في التلاجة، يعني انا مثلا النهارده عملتها، انا بكره هشويها. لو انت مستعجله شويه يبقى اول ما تصحي الصبح تعملي التتبيله، تحطي الفرخه في التلاجة لغايه
ساعة ما تيجي تشويها. احنا ممكن نشويها على البوتاجاز في الشوايات اللي على البوتاجاز، ممكن تتشوي في صينية في الفرن، وممكن تتشوي على الفحم. نحط الفرخة بتاعتنا على الشواية كده. طبعا احنا مبيتينها في التتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض من امبارح. تمام. طول ما الفراخ على الشواية عندي انا باخد من التتبيلة دي وادهن الفراخ بتاعتي كل شوية. خلصنا الفراخ المشوية بتاعتنا، طعمها زي السكر ودايبة دوب. بصوا حاجة كده من الآخر. جربوها ومش هتندموا. وإن عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي أنا فعلا بستناها عشان أعرف رأيكم في الحاجات اللي أنا بعملها. ودي كانت طريقة عمل الفراخ المشوية وخلطتي الخاصة بأسهل طريقة مع مين.